ذا بلايند ديت شو. انا بصراحه نفسي افهم انتوا هدفكم ايه من الحلقات دي، غير ان احس ان انا وحيد الكلب قاعد بقى اكلي متاخر والاتنين اللي جنبي اكلهم نزل قبلي وقاعدين بقى بيتنحنحوا مع بعض، فرميت وداني اشوف بقى بيقولوا ايه، ونفسي اتكلم واقول رايي بس محدش مهتم اساسا، فقاعد ساكت بقى بتفرج عليهم. المهم ان انا ما بيعديش وقت كتير قوي عشان اتحمق لحد من الاتنين اللي قاعدين. هي مش خناقه انا عارف، بس هو في شويه ولاد من اللي بيجيبوهم بحس ان انا في شلحف قاعد قدامي، فاللي هو خلاص ده ما ينفعش يتكاثر، ما ينفعش نشوفه في حته تاني. يعني في حلقه من اللي اتفرجت عليهم كان في شلحف قاعد والبنت يا عيني كيوت جدا جايبه لانش بوكس معاها في ورق عنب وعايزه تدوقه له، عمايل ايديها بقى اللي هو انت تشوف حاجه زي دي واو كيوت، ايه ده حلوه قوي، تسلم ايدك جميل جدا، عادي طبيعي صح؟ لا ازاي انا لازم اتجامس بقى؟ ايه ده انت جايبه لانش بوكس وجايه فيها ايه يعني؟ انت في الحضانه ولا ايه لانش بوكس؟ ابو شكلك بتضحك على ايه؟ كفايه انت مش مكسوف من نفسك؟ معلش يا حبيبي المره الجايه هنبقى نجيب معانا حلل عشان تبقى تقول علينا فلاحين بقى. لا وبعديها بيقول لها انه ارتبط 3 مرات وفي ال3 مرات خانوه، ما عشانش لحفه حضرتك، ما ده رد طبيعي من اي جاموسه معديه جنبك اساسا، مش واحده ارتبطت بيك وانت تلاقيك كنت لازق لهم اساسا، وبعدها تكتشف ان ال3 خانوه مع 3 اصحابه ولاد. مش حاسس بحاجه؟ مش حاسس ان انت كوبري؟ يعني شلحف وكوبري الاثنين هما ما كانوش قاصدينك يا شلحف يا كوبري. هي الغريب انت عارف اللي يشلك ايه؟ بس انها في الاخر وافقت عليه وكانت عايزه تخرج معاه تاني. ايه دي؟ ايه دي؟ هي دي نفس البنت الحلوه اللي بتبقى ماشيه مع فرد الشبشب في الشارع، ما تفهمش مين اللي تفف لها هنا في نافوخها، في حاجه غلط يعني مش مظبوطه. المهم نخش على الاسئله بتاعتهم عشان نكمل شلل بقى. انا اكتشفت ان معظم الناس المهم بالنسبه لها انت برج ايه، مش نسبك بقى اي حاجه، لا مفيش برجك ايه يعني، اللي هو انت ممكن تخش عليها انا ابويا حرامي. ايه ده انتوا اغنياء؟ بس انا برج العقرب. ايه ده؟ ياي ايه ده؟ ياي ايه؟ في يا جدعان ايه الافوره دي؟ ده احنا لو جايبين العقرب نفسه مش هنعامله كده. انتوا الخرافات سيطرت على نفوخكم للدرجه دي؟ ويقعدوا بقى مقفولين من بعض بقيه الحلقه عشان هو برج العقرب مثلا ولا هي برج العقرب. وبعدين انا عندي سؤال، هو كل اللي جايين عقرب يا ميزان يا جوزاء، هي فين التيران؟ هي تخض فعلا، بس برضه يعني ما يمنعش، فين التيران؟ يعني فين برج الثور حضرتك؟ ما بنرتبطش؟ هفضل انا كده يعني بقيت حياتي ما بتجوزوناش؟ هننقرض يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ما تجددوا الابراج في مره، هاتوا ثور جربوه كده تشوفوا، شغال على فكره عادي. لا ولا اسئله اللايف ستايل بقى ما اقولكش. يا شباب انا عندي سؤال بس، هي الناس اللي بتصحى الساعه 11 و3 الظهر دول ايه دول؟ مش فاهم ايه الارقام دي حضرتك؟ الفلوس بقى بتجيبوها منين؟ قولوا لي بس السر يمكن اجي معاكم. فين الناس الطبيعيه اللي بتصحى الساعه 6 الفجر تغسل تدقلك على وشها تنزل الشغل ترجع المغرب او العشاء بالليل تدهن فولتارين وتنام؟ دي ناس طبيعيه. فين بقى الناس الطبيعيه دي؟ ما بتجيبوهاش ليه؟ هاتوهم. لكن اللي يقول لك انا بصحى الساعه 11 و3 العب لي جيمز وانام تاني، ازاي يعني؟ ما تشلونيش بقى، ناس غريبه. وبعدين ييجوا يسالوا على الفلوس بقى. بصوا يا شباب يعني هو ما شاء الله ربنا يكرمكم ويزيدكم من نعيمه في كل حته، بس ازاي؟ قولوا لي بقى يعني انا ازاي ابقى 27 سنه اصحى الساعه 3 الظهر ومعايا فيلا افهمها؟ جيبوها لي قولوا لي عليها اجي معاكم، لكن ترميها لي في النص وتسيبني قاعد لوحدي اتشل فيها؟ لا ما ينفعش. تعالى هنا سيب الديت ده وقول لي بقى عملتها ازاي، وما تجيش تقول لي انا بدات من الصفر. يا حبيبي اما تبتدي من 6 صفار غير اما تبتدي من صفرين. الله الاصفار على يمين الرقم بتفرق يا حبيبي، كل ما بتزيد بتبقى احلى. انت ليه محسسني ان دي حاجه وحشه؟ ما تشيلنيش يا غريب. اهدى خلاص. تعالى نروح للجواز. شباب هو في ايه؟ كل واحد تيجي تساله يقول له انت مستعد للجواز؟ لا بصراحه انا مش مستعد دلوقتي للجواز. ايه عينيا مش ايه؟ امال قرفني من الصبح ليه؟ وقاعد اقول واو شكلهم لايق على بعض، يا رب يوافقوا على بعض، واو على خيبتي. ده انا خيبتي ما فيش زيها خالص كده. مش الديت ده خارجينه مع بعض يمكن يحصل خطوبه؟ مش حضرتك ده ديت ده؟ ولا انتوا عندكم ديت غير اللي عندنا ولا ايه ده؟ ولا هي دي الداتا؟ خارجين تجمعوا معلومات عن الجنس الاخر ولا انا مش فاهم انتوا خارجين تعملوا ايه؟ انا عارف ان انتوا نازلين تهزروا بس ما تشلنيش. الله. وبعدين ايه افكار الجواز المنتنه اللي نازله عندكم دي؟ انا فهموني بقى. يعني البنت اللي طالعه تقول لك انا ما عنديش مانع نتجوز بس بعد مده 2 سنين، لو خلصوا 2 سنين وما زهقناش من بعض نبقى نجدد. ده ايه دي فزبه؟ ده ايه ده حضرتك؟ الواد اللي معاها بل ما لا الهبل اللي انت بتقوليه ده. راحت هي مستغربه وبتقول له لا عادي ده حلال ده عند بوظه، الحلال ده عند بوظه، ده مش دين ده. انتوا في حد انبظ لكم تفكيركم على مو بجد؟ في حد تف هنا؟ دي مش افكار بني ادمين طبيعيين ابدا. هو احنا ماشيين نحلل في الحاجه اللي احنا عايزينها براحتنا كده؟ خلينا نروح لريد فلاكس عشان ما تشلش او نتشل اكتر تقريبا. هو يا شباب ممكن بس المره الجايه نبقى نجدد شويه مع بعض؟ يعني مش كل ما حد يسالك على الريد فلاكس بتاعتك تقول له اصل انا بتعصب. حضرتك دي هويه مصريه. انت هتلاقي واحد هناك متعصب بيشد في شعره مش طايق نفسه هناك، هتساله انت مصري هيقول لك عادي. فدي هويه. ده الناس في الشوارع بتزنق على بعض بالقصد عشان ينزلوا يتخانقوا مع بعض، فعادي يعني ده طابع مصري عادي ما فيهاش حاجه. لا بس ايه بقى اللي يشيلك فعلا؟ ان في اخر حلقه نزلوها بتسال الواد هو انت عندك ريد فلاجز ولا لا؟
لا 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 مفيش خالص ريد فلاجز عندي، انا مش شايف ان انا عندي ريد فلاجز. طلع الواد متجوز قبل كده 3 مرات والثلاث مرات خانهم. حضرتك ده ما لفتش نظرك لحاجه؟ ده مش ريد فلاج يعني؟ ده توته حمراء، ده ليله حمراء حضرتك، ده احنا في ايه؟ ده اللمبه الحمراء قايده طول اليوم معانا. في ايه اللي بيحصل؟ البت زرقت، انا اتشليت. في 6 كانوا بيتفرجوا على الحلقه جالهم جلطه من اللي سمعوه. لا وهو راح مستغرب من رد فعل البنت. والله استغرب. حضرتك انت ما تستغربش رد فعلها، انت تستغرب ان التفه بتاعتي ما وصلتلكش. مش فاهم انا. ولا انا اصلا كنت بتعلم. يعني المره الجايه مش هتتقفش يعني، الرابعه مش هتقفشك. مش فاهم يعني. طب قول لها ندمان وتوبت لربنا يعني، اديني فرصه احاول اصدقك. ناس غريبه. لا ولا حوارات بقى البيست فريند. لا 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 ده ايه ده الواحد من دول او الواحده من دول جاي. بص بقى انا معايا بيست فريند، بحكي له كل حاجه في حياتي، بنسافر مع بعض، وكل يوم عندنا في البيت عروستي. ده ايه؟ دي مراتك الاولانيه ولا جوزها الاولاني ولا انتوا في ايه ولا انتوا بتعملوا ايه ولا ايه ده؟ ايوه يعني احنا جايين نعمل ايه؟ احنا وضعنا ايه في الحوار ده؟ مش فاهم يعني. انا كعريس جاي لواحده عندها واحد بالمواصفات دي، انا وضعي ايه؟ جاي اصرف عليكم يعني انا ولا ايه؟ مش فاهم ايه موضوعي في الحوار. فهموني. ما تتجوزوا انتوا بعض، انتوا عارفين ان احنا ليه؟ انا مش فاهم. بتتكسفوا من بعض بنبوا في اوض مختلفه. انا مش فاهم. حاجه غريبه جدا. وانا مش المفروض اما اتجوز واحده ابقى انا البيست فريند بتاعها والبوي فريند وكل حاجات دي؟ احنا معانا اصحاب وبنكلمهم وبنهزر معاهم، مش هنتحبس في قفص يعني 2 مع بعض. بس مش كده. ما ليه واحد يبقى عارف ان انا كان عندي امساك الساعه 6 الصبح بسبب اللي احنا نمنا متخانقين بالليل؟ انا مش فاهم يعني. ده ايه الفضايح دي؟ ناس غريبه. وبس كده قبل ما تشل. ما يا جدعان ابقوا هاتوا لنا ناس طبيعيه المره الجايه، ناس من عادي، من اللي بتصحى في وقت عادي، فلوسها طبيعيه عاديه، عندهم افكار عاديه. ده ايه الناس دي؟ وبس. كان معاكم زيزو او محمد احمد. سلام.